من سنتين كده لو تفتكروا معايا، الشناوي عمل حاجة أخد عليها إيقاف 3 مباريات باللائحة وبالقانون، غلط فخد عقوبة 3 ماتشات. بعديها بيومين طلع علينا واحد من الناس اللي بتفصل اللوائح واللي بتعمل كل حاجة على مزاجها، واللي بتقعد بقى ايه تجيبها يمين وشمال كده ايه وتطلع لك الحجج. قال لك لا، الإيقاف هينزل لماتش واحد، هنخليه ماتش واحد وهنخفف العقوبة. طب ليه يا عم الحاج؟ ما هو زيه زي أي لاعب يتطبق عليه اللوائح والقوانين. قال لك لا، ما هو الشناوي عنده مع المنتخب ماتش، وعايزين الشناوي يبقى فورمه عشان ده يلعب مع المنتخب وهيلعب باسم مصر، واحنا محتاجين الشناوي يبقى رجله في الملعب. طب ما كده معنى كده ان اي لاعب بعد كده بيلعب مع المنتخب عنده ماتش مع المنتخب هيغلط في الدوري وهيتوقف لاي سبب، هيقول لك اشمعنى الشناوي؟ ما انا كمان بلعب باسم مصر، ما تشيل لي الايقاف او تخفف لي الايقاف وهتبقى ميغاء كالعاده. بس للعلم برضك ان الاهلي ساعتها كان هيلاعب بيراميدز تاني ماتش، يعني الاهلي الماتش اللي بتوقفوا الشناوي ده بعديه على طول كان الاهلي هيلاعب بيراميدز، كان برضك ماتش مهم. وطبعا عارفين ده دلوقتي ماتشات الاهلي وبيراميدز بقت دربيات، برضك كان ايه يعني حجج طلعت وقصه ايه حزين. طب دلوقتي بيراميدز مش الممثل الوحيد لمصر في البطولات الافريقيه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، مش بيلعب باسم مصر؟ يعني نادي ولا لاعب دلوقتي؟ بيراميدز بيلعب باسم مصر، عنده ماتش مهم مع سان داونز، هيلعب في اسبوع واحد ماتشين ذهاب وعوده. هات لي بقى ماتش نهائي للاهلي او حتى للزمالك عشان نبقى منصفين، او قبل نهائي او دور 8 في بطولات افريقيا، يكون النهائي قبل، يعني ماتش الذهاب والعوده هيتلعب في اسبوع واحد وتحط لهم ماتش في النص كده. يعني دلوقتي بيراميدز طلب تاجيل ماتش السيراميك وده حقه، لا قالوا له لا، طب ده انا هلاعب صن داونز يوم السبت يوم 24 في جنوب افريقيا في المشوار اللي انتوا عارفينه ده، الموضوع صعب وهرجع. عقبال ما ارجع تبقى يوم الاحد، عقبال ما ابدا اتمرن تمرين خفيفه تبقى الاثنين، هلعب يوم الاربع مع السيراميكا ماتش قوي مع فرقه قويه، ماتش مصيري، ما الدوري بقى على المحك خلاص. ما نضمنش دلوقتي، ممكن الاهلي يخسر من فاركو، وممكن الاهلي الفيفا او محكمه الكاس تحكم بال6 نقط، فالموضوع بقى صعب، بقى ماتش مصيري، يعني مش هلعب بتراخي، مش هجيب مثلا البودره والعب بيهم، هلعب بالتشكيل الاساسي بتاعي، ماتش هيبقى موت. وهرجع تاني يوم الاحد يوم 1/6 هلاعب صن داونز ماتش العوده. طب مش المفروض احنا كبقى اتحاد كوره ولجنه مسابقات والكلام ده وحتى الجماهير تقف في ظهر بيراميدز عشان هو الممثل الوحيد لمصر، ولا نقف بقى في ظهر جنوب افريقيا عشان بس الناس اللي بتقعد تقول ايه كانوا عايزين يدي الدوري بيراميدز من كام شهر والكلام ده؟ مفيش منه الكلام ده. ولو كان في اخطاء تحكيميه فهي اخطاء من الحكام، ولا من مقصوده ان لجنه المسابقات او اتحاد الكوره يساند بيراميدز والكلام اللي احنا كنا بنسمعه ده كله. دي حاجه. نيجي بقى للنقطه